تتبيلة سمك كده كده. سامعين القرمشة؟ سامعين القرمشة؟ والطعم حكاية. اللي أول مرة يشوف قناتي يلا سبسكرايب ولايك للفيديو وتابعوا معايا الفيديو. يلا كده نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أعزائي المشاهدين، فيديو النهاردة فيديو جديد، فيديو عن السمك والقرمشة الجميلة للسمك. هنجيب كوباية ونص دقيق ونحط معاها معلقتين نشا كبار عشان يدينا القرمشة. والتوابل بتاعتنا بقى الفلفل والكمون ومعلقة ملح، كل دي معلقة كبيرة كده. وكمان هنحط بابريكا عشان يدينا اللون الأصفر كده الجميل. معلقة كبيرة كده بابريكا أو معلقة ونص بابريكا. كمان معلقة كبيرة أو معلقتين من الكركم عشان يدينا اللون حدا الأصفر الجميل بتاعنا. وهنقلب كل المكونات بتاعتنا دي كده. وهنحط كمان معاهم فصين توم كده مفرومين جامد يعني، ونحطهم معاهم. دي كل التوابل بتاعتنا اللي احنا نستعملها النهارده في السمك وتتبيله القرمشه للسمك. خلاص حطينا كله، حطيت الملح اهو معاها. وهنحضر معانا كده كوبايه ميه، وهننزل بقى بكوبايه الميه حبه حبه. خلاص بعد ما نحط كل التوابل كده خلاص حطينا كل التوابل بتاعتنا والثوم وكله. هنجيب بقى زي ما قلت لكم كوبايه ميه كده، وهننزل حبه حبه عشان ما يبقاش خفيف معانا. وهنقلب، هنشوف على حسب الميه ما يشرب التتبيله بتاعتنا دي تشرب ميه قد ايه. ننزل حبه حبه ونقلب فيها كده لحد لما نشوف ايه القوام بتاعها، يكون قوام حلو، مش عايزينها خفيفه قوي عشان يبقى تقيل كده للسمك. خلاص انا عملت كل التتبيله اهيت، وقوامها حلوه قوي كده عشان ما يبقاش خفيف. حلو قوي، نقلب فيها قوي 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 لحد كده ما كل التتبيله كده والمكونات بتاعتها تتجانس مع بعض كده وما تبقاش سايله. نقلب قلب 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 كده يا معلم لحد شوفوا القوام حلو قوي، القوام ده جميل. خلاص كده احنا خلصنا كل التتبيله بتاعتنا. نحضر بقى السمك بتاعنا، طبعا نكون غاسلينه كويس ومنضفينه ونقعينه طبعا في ملح وخل كده شوية بسيطة عشان بس ريحة الزفارة. خلاص غسلت السمك بتاعي كده بالشكل ده، وتبلته اهو كمان متبلاه بالثوم طبعا بتاعنا والتبل بتاعة السمك اهو، وغسلاه ومخليه زي الفل. هنزل بقى بالسمك بتاعي كده في قلب التتبيلة، واكون مولعة طبعا طاسة الزيت عشان تكون حامية، عشان خاطر ايه بس ما ندحوش قوي يعني. ويلا بقى ننزل على السمك بتاعنا كده في قلب الزيت ونقليه. نفضي بس منه التتبيلة دي عشان ما تنزلش في الزيت وتحرقه. ونسيبها كده ونعمل واحدة تانية ونحطهم اتنين اتنين جنب بعض عشان ما يلزقوش في بعض. لو الطاسة كبيرة حطي 3 يعني على حسب انتي وزي ما بتقلي السمك بتاعك. بس انا حبيت اوريكم التتبيلة الحلوة دي بجد. التتبيلة دي جميلة جدا، تنفع للجمبري، تنفع للقرنبيط، تنفع لكل اي حاجة مقرمشة. البطاطس لو حابة برضك تقرمشيها بتديك قرمشة حلوة قوي بالتتبيلة دي برضك. يعني التتبيلة دي لكل حاجة عايزاها مقرمشة. للفراخ لو حابة تعملي برضك الفراخ الكنتاكي هي التتبيلة دي.
هنسيب بقى السمك كده لما يتقلي في الزيت، وما نقلبوش خالص لحد لما يستوي من تحت. هنقلب كده، نقلبها بقى على الوش التاني، نشوف السمك كده اللون حلو أوي. هنقلبها شوية وبعدين نرجع نقلبها تاني، يعني نقلبها كده مرتين وهي في الطاسة. نقلبها مرة عشان بس التتبيلة اللي فوق دي ما تروحش، وما نحط الزيت كتير يا جماعة، عشان احنا عارفين ان زيت السمك بيترمي لان ما بنقدرش نستعمله تاني خلاص. فما نكترش زيت وما نهدرش زيت عشان الدنيا غالية زي ما احنا عارفين، والحاجة بقت غالية نار. خلاص بقى هرفع السمك بتاعي كده من على الزيت واحطه بقى في طبق التقديم، بس لما اخلص كل السمك بتاعي. خليكم معايا ما تروحوش في اي حتة. والسمك كده بيتقلي، هسيبه يتقلي واروح اعمل الرز بتاعنا. طبعا رز الصيادية احنا عارفينه. هتحمري البصلة قوي قوي قوي، تخليها حمرا خالص يعني تسود كمان منك، وبعد كده تحطي الرز وتحطي بقى المية، وهو ده رز الصيادية. تحطي بقى الملح والكمون وشطة وحبة على الرز. خلاص هنشيل بقى، نرفع السمك بتاعنا اهوت من على النار، هنشيله وهنقدمه بقى في طبق الغرف. يا رب يكون الفيديو عجبكم والتتبيله عجبتكم، وزي ما قلت لكم التتبيله دي لكل حاجه. ادي بقى اكلنا النهارده السمك الجميل دوت، ورز الصياديه والسلطه، وايه كانت بقى وجبه جميله ومفيده، والسمك مقرمش وجميل جميل، والريحه بقى خطيره. ريحته بقى زي المحلات، لما تروحي محلات السمك بتشمي ريحه السمك، عشان هي دي التتبيله اللي بيعملوها للسمك، ريحته خطير خطير. حبايبي عايزه اقول لكم كلمتين قبل ما انهي الفيديو. اللي اول المره يشوف قناتي ينزل يفعل زر الجرس للكل عشان يوصلوا مني كل جديد. ويا ريت يا حبايبي ما تتخطوش الاعلان، بالله عليكم ما تتخطوا الاعلان. ولو ما جاش اعلان، ما ظهرش اعلان في الفيديو، يعني وانتوا ما حاولتوا، لو انتوا عايزين تمشوا الفيديو مشوه كده. لو لقيتوا اعلان خلاص ما تتخطوهوش. ما لقيتوش اعلان، بعد ما تكتبي التعليق وتخرجي من الفيديو ممكن ترجعي تاني للفيديو تدوسي عليه، بس هيظهر لك اعلان في الاول. خلاص شوفي الاعلان وخلاص. لو كلنا عملنا كده كلنا هنستفيد، وكلنا هنكبر، وكلنا هنقبض، وكلنا قنواتنا هتكبر. قنواتنا بقالي سنين على الحال دوت، ولا عارفه اقبض. لما زهقت بجد وكنت بفكر اقفل القناه او ابيعها لاني زهقت. يلا اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.